في سيناريو حصل معانا كلنا قبل كده، تبقى قاعد في امان الله وابوك يخش عليك اوضتك وتلاقيه بيقول لك شيل فيشه الشاحن طالما ما بتستخدموش، فانت تقول له ما هو ما بيتشحنش فما بيستهلكش كهرباء، وتحصل الجدليه اللي ما بتنتهيش، وفي الاخر بترسى على ان كلام ابوك اللي بيمشي وبتشيله من الشاحن. بس جايين بقى النهارده ناكد المعلومه، هل هو فعلا بيسحب ولا لا؟ في الحقيقه ايوه، هو بيسحب، بس هل بيسحب بالشكل اللي يخليك تشيله من الفيشه كل شويه وتحطه؟ هنا السؤال بقى بيبقى على وضع اسمه الستاند باي باور، يعني في وضع استعداد ان انت بمجرد ما توصل الشاحن بالتليفون ان هو يلقط كهرباء. والوضع ده نقدر نقول ان هو بيستهلك من 1/10 واط لحد 5/10 واط. رقم يبان قليل، بس لو انت عندك كذا شاحن في البيت بيعمل نفس الموضوع هتلاقي ان هو فرق معاك في استهلاك الكهرباء اخر الشهر. طلع كلام ابوك صح، ما تنساش تشيل الشاحن من الكهرباء لما تبطل شحن. كان معاكم حازم تك فيو، سلام.